كل الإخوة الذين أكملوا المسيرة معه وقدموا كل جديد كل عام. تحية إلى كل الحكومات المتعاقبة منذ ثورة 30/6 إلى اليوم، والذين تفانوا بمعنى الكلمة بخدمة أطفالهم. تحية إلى كل هؤلاء من رجال الأعمال ورجال الإعلام ورجال الصحافة وكل وطن قدم لمصر شهادة أو عمل أو إبداع أو مثابرة. تحية إلى الشعب المصري العظيم الذي تحمل كل التبعات وكل الأعباء وكل الآثار التي حدثت سواء قبل الجائحة أو بعد الجائحة. تحية إلى الشعب المصري العظيم باسمكم جميعا. سادة الزملاء، استمعنا اليوم إلى كلمات، وكنا بالأمس العام الماضي كنا نتحدث أن العالم بأجمعه لا يستطيع أن يتنبأ ماذا يحدث هذا العام. لم يكن في مقدور أي مؤسسة مالية في العالم أن تتنبأ أو تضع خطة أو برامج للعام المقبل، لكنه من حسن الطالع أن في مطلع هذا العام بدأنا نسمع ونرى الكثير من المتغيرات. وأنا لا أريد أن أتحدث عن الماضي. لقد تفضل السيد الموقر وزير المالية، هذا الرجل الذي تعاظمت أعماله رغم الأعباء الجسيمة عليه، لكنني أحييه وأحيي بصفة خاصة الدكتور مصطفى مدبولي وحكومته كلها الذين بذلوا كل جهد ممكن في سبيل أمن وأمان هذا الوطن تحت القيادة الحكيمة الرئيس عبد الفتاح. سادة الزملاء، إنه من حسن الطالع أن تتعدل الأمور. سمعنا صباح هذا اليوم وتحدث السيد وزير المالية عن الباكج السيء اللي أحاط بالاقتصاد العالمي كله، واللي كانت آثاره شفناها، آثاره في سلاسل على سلاسل الإمداد، وأثاره على أسعار الطاقة وأسعار الغذاء وعلى أسعار التمويل وأسعار الفايدة ومعدلات. لكن اليوم بدأت الأمور تنتهي. رأينا الصين تتحرك، هذا العملاق الكبير حول العالم يفتح أسواقه، ورأينا أن أسعار الفايدة بدأت إلى حد كبير تستقر، ورأينا أن مشكلة الغاز والطاقة بدأت تنفرج وأسعارها بدأت تنخفض، ورأينا أن سلاسل الإمداد بدأت تتوفر، ورأينا أن أسعار النقل والنقود العالمية بدأت تنخفض. هذه مؤشرات في منتهى الأهمية لنا جميعا. علينا اليوم أن نقف جميعا وأن تكون تحديات هذا المؤتمر ماذا نفعل غدا. التحديات الحقيقية في الغد هو كيف أن نستثمر هذه المحنة إلى منحة، وأن تعاظم فيها القيمة المضافة، وأن نقف لنقدم أنفسنا بطريقة حديثة، أن نقدم للعالم سوق ومناخ استثمار جديد، وأن نقر أن هناك بعض الأخطاء التي حدثت في الماضي ولكن كانت لها أسبابها. لما خرجنا من ثورة 30/6 كان الاستثمار مدمر، وكان القطاع الخاص مدمر، وكان بيئتنا سيئة جدا، وكان عملية الأمن والأمان بره في منتهى الخطورة. كان الناس خايفة تيجي تمشي في الشوارع المصرية، وأنا كنت بسافر بره كتير، وكان تساؤل معانا يعني أنا أزور مصر إزاي؟ أنا أجي السايح يجي إزاي؟ المستثمر يجي إزاي؟ لأنه مفيش أمان. لكن الأمن والأمان النهارده بقى موجود. الفرص الاستثمارية بقت موجودة. النهارده الحقيقة بحيي الحكومة على المبادرات الجديدة اللي من نوع جديد في المواقف الصعبة. مواقف اللي اتكلمنا فيها عن أزمة الدولار بدأ التعويم، وبدأنا نشوف سلة للعملات، وبدأنا نتكلم على علاقتنا بالعملة الروسية والعملة الصينية، وبدأنا نتحدث بلغة جديدة. ده أقول له برافو.
ده توجه عالمي جيد. لما بنتكلم على الغاز ومشكلته ومشكله الطاقه في الشرق الاوسط كله، قدرنا نتعامل معاها وقدرنا نفتح الاستثمار في المجال ده، وجالنا الشركات العالميه الكبيره. والشركات العالميه الكبيره مثلت اكبر معدلات استثمار في مصر في مجال استشفاء الطاقه او الغاز الطبيعي او البترول. الحقيقه لازم نقف قدام ليه كانت اكبر معدلات الاستثمار في موضوعات الغاز والبترول. لأن الحقيقة كل الاستثمار في المجال ده بتحكمه اتفاقية ثنائية بين الشركة اللي جاية وبين الحكومة بيوقع عليها مجلس النواب بكل مواصفاتها. فالكل في أمان، الكل عرف طريقه النهارده هو فين ورايح فين، حقه إيه وواجبه إيه وإمتى وإزاي ويكلف كام ويقدر ينطلق. النهارده انتقلنا اخر احصائيه اعتقد صدرنا السنه اللي فاتت حوالي 14 مليار دولار صادراتنا للغاز الطبيعي، واكتشافات جديده بتتم، واصبحنا سوق كبير لهذا. هذا درس لان احنا تخطينا فيه كل العقبات. لما يجي حقيقه المستثمر المصري يشتكي لازم نحل له مشاكل. ولما تفضل الاخ والزميل رئيس الاتحاد العربي لتسهيل التجاره وقال احنا عندنا رساله، قال هذه الرساله احنا عاوزين نقضي على البيروقراطيه، وانا اؤيده لان البيروقراطيه ثمنها غالي في مصر كعائد اهم في سبيل الاستثمار وتوقفاته والمنافسه اللي بتحصل مع المستثمر. طبعا السبيل الامثل ليه هو عمليه الرحمن، وان انا اثر الطرق في التعامل مع الموظفين الحكوميين عشان اقضي على ده خطه وبرامج زي ما تفضل السيد وزير الماليه وعمل برامجه للجمارك وعمل برامجه للضرائب. احنا برضه عايزين نستثمر نفسنا، محتاجين استثماراتنا وصناعاتنا لما نتوجه فيها للعالم عاوزين نتكلم بلغه ثانيه خالص. انا لسه دلوقتي بتكلم مع السيد وزير الماليه، البرنامج اللي عمله النهارده ده برنامج رائع لابد ان يسوق في كل بلاد العالم. هذا البرنامج لما بيتكلم عن الاصلاح في مصر وبيتكلم عن معدلات النمو في مصر، بيتكلم عن الفرص الاستثماريه وعن توجهات الحكومه وتعليمات السيد الرئيس للقطاع الخاص، وانه هو بيديله مزيد من الفرص، وانه هيحتل مكانها اكبر، وانه هيبدا يتخارج بالمشروعات اللي عملها قبل كده سواء كان في الجيش او المشروعات اللي موجوده. هو تخارج، المشروع موجود والمصنع موجود والفندق موجود، بس هتتغير في الاداره، هتبقى فيه قيمه مضافه، هيسوق عالميا بطريقه جديده، هيدار بطريقه احدث، هيدار بطريقه تعمل عائد لكل المساهمين القدامى والجدد. دي اداره حديثه بنسوق فيها مصر الجديده. بالتاكيد كلنا متفقين ان في ثوابت للامه في موضوعات معينه لا يجب ان تمس، وده اعتقد القياده السياسيه اكدت عليها وكلنا متفقين عليها في البرلمان او من الشعب او من بعد القياده السياسيه. لكن لما اجي النهارده اسوق هذه الفرص الاستثماريه ونتكلم بقى عن الاستثمار وعن الصناعه، انا عاوز اتكلم بلغه جديده. ما ينفعش احنا كدوله بنقدم نفسنا لمناخ الاستثمار وسوقه وعاوزين نقضي على البيروقراطيه، مش هنستنى بقى الروتين والبيروقراطيه والبقال والدعاء. لا، ممكن اول نفكر في باكج جديد من الصناعات، ومش هتتم هذه الصناعات الا باستيراد التكنولوجيا العالميه من اصحابها. يبقى التحدي الحقيقي ازاي اجيب المستثمر العالمي الكبير اسكنه عندي. انا عايز اتعامل مع زي ما اتعاملت مع البترول باتفاقيه، عاوز اتعامل مع المستثمر الكبير اللي جاي لبعض الصناعات الكبيره، صناعات المستقبل، صناعات القيمه المضافه، الصناعات المحوريه اللي كل العالم النهارده بيتنافس انه يجيبها. عشان يجيبها ويجي ده عاوز باكج من الحوافز او الضمانات او الاغراءات، لانه لو ما جاش عندي هيروح بلد ثانيه. النهارده الاستثمار زي ما اتفضلوا الاخوه الحقيقه هو سلعه. النهارده المستثمر هو يعني المطلوب على مستوى الحكومات وعلى مستوى الدول، ورؤساء دول بيدعوا المستثمرين بيسافروا بره عشان يقعدوا مع المستثمر عشان يروح. احنا النهارده عاوزين نتكلم على مجموعه من الصناعات الكبيره، نتكلم على 10 صناعات، 15 صناعه، 20 صناعه، ونقول نوطنهم فين ونعمل لهم باكج خاص بحوافز، ونمسك شنطه كده ونقول اتفاقيه الشراكه لعمل مصنع ليه مثلا الرقائق بتاع السيليكون، هنسكره الحته الفلانيه ومميزات وكذا. احنا عاوزين الناس دي تيجي، صناعات السيارات عاوزينها تيجي،
المدن الصناعيه المتخصصه عايزينها تيجي. عاوزين نعمل مدن صناعيه جديده باسماء الدول، زي ما جت المدينه الصينيه في شمال غرب خليج السويس، نتكلم عن مدينه صناعيه اخرى في للروس، للالمان، للانجليز، لليابانيين. عاوزين نقدم الباكج ده بحيث ان الدوله يبقى عندها مدن صناعيه متخصصه وفي نفس الوقت مدن صناعيه اخرى للدول باسمائها عشان نعمل الايمج الصناعي. توجهنا لافريقيا وقلنا توجهت افريقيا، توجهت افريقيا مش موضوع الدعم بس. ولازم نعرف ان بدايه اي حلقه في المثلث الذهبي هي الاستثمار والانتاج والتصدير. يبقى الحلقه الاولى هي الاستثمار، والاستثمار ده له باكج كبير من السياسات ومن التشريعات، وما عندناش اي مانع ان احنا نسمع حضراتكم، نسمع لامانيكم، نسمع لكل حاجه، لان احنا لازم النهارده نشوف تنافسيه المنطقه وتنافسيه مناخ الاستثمار بيعمل ايه، واحنا نختار ونعلن عن هذه التنافسيه اذا كنا عاوزين استثمار حقيقي وعاوزين استثمار ذو قيمه مضافه او عاوزين استثمار خاص بصناعات المستقبل. انا مش عاوز اطيل، هنتكلم دلوقتي في موضوعات كثيره جدا في الجلسه، وهنسمع الاخوه الزملاء اللي بيتفضلوا على ارائهم ومقترحاتهم، لكن انا عايز اقول ان النهارده عندنا في مصر في يعني بوتنشال عالي جدا. مصر بموقعها وبمواردها وبشبابها وبرجالها وبخيالاتها اللي فتحت الباب على مصراعيه دلوقتي لكل المستثمرين من دول العالم، هنعمل حاجه. واوعوا تخافوا ابدا، اوعوا عندكم، لازم يكون عندكم يقين ان مصر قادره انها تعدي الفتره دي، ولازم يكون عندكم يقين ان احنا قادرين ان احنا نحقق معدلاتنا بثقه كامله، واحنا خلف وفي ظهر زعيمنا ورئيسنا الرئيس عبد الفتاح السيسي. والسلام عليكم ورحمه الله.